أينما كنتم أينما تواجدتم اليوم سنتابع واحدة من المباريات الخاصة بالدوري الاحترافي هنا بمدينة الدار البيضاء أمام هذه الجماهير التي أبت إلا أن تحجز مكانها لتكون داخل هذا المركب الرياضي محمد الخامس. المدرجات التي اكتست اللون الأخضر التي أبت إلا أن تكون حاضرة لمساندة النسور اليوم فريق الرجاء الرياضي في مواجهة الكوكب الرياضي مراكش. الصورة أبلغ من كل تعليق بالنسبة للجماهير في المدرجات والحضور الجماهيري الذي لا محالة سيشجع. نتابعوا نشوفوا ماذا يقع في المباراة. تصلكم الأصدقاء تنطلق فريق الكوكب المراكشي على كرة أمامية محاولة الاختراق من بحراوي ضاعت له كرة كان بإمكانه أن يستثمرها بشكل جيد. لاعب مونديالي فاز بكأس بحرين الأولمبي اليوم يعود لأرض الوطن ويبحث لأن يواصل الجهة اليمنى يبحث عن مولى بحراوي فرصة المرور تسديدة أول محاولة أول تسديدة أول كرة مشات بعد ذلك حاول يروى ثم من تعود لفيلانوش كرة داخل منطقة الجزاء ويضيع الهدف من جانب الرجاء الرياضي. يسرى عن طريق الزبودي خارج القدم يختار تمرير لمس الحكم يقول حمزة الجناتي كرة اختراق مرور والحكم يقول الحكم يرصد المحاولة الماضية. كرة تنفذ داخل منطقة الجزاء الراسية عادت من جديد للكوكب المراكشي في محاولة للتسديد. الحكم قريب من جانب بولكسوت يمر امام لاعبين امام ثلاثه يسدد ولكن لقاء الكاس من الكوكب المراكشي. كره اماميه تسدد تعود لبولكسوت هي كورته يرفع داخل منطقه الجزاء راسيه ويضيع الهدف. كرة الهدف تضيع. هذا خافي الذي خفيت عنه الاختراق وكرة ممتازة للرجاء الرياضي كرة ممتازة فرصة تضيع من خافي الذي تمكن من ايقاف هذه الكرة ولكن الثانية تطير هذه الكرة التسديد التأطير ولكن تمريرها لم يتم وأنت يسير في مسار الانتصارات. هل بالإمكان ذلك المباراة بإمكانها أن تشكل صعوبة؟ كرة ملعوبة من جديد سقوط داخل الجزاء. ماذا يقول الحكم؟ انتظار الصورة على الحكم. هناك احتجاج قادم من عناصر فريق الكوكب المراكشي وسنتابع ماذا حدث. خفيفي بوغرين مرور ممتاز رشوية اختراق لكنها لم تكتمل. لعبت وكان الأقرب منها بل كان في الوضع ربما نشوفوا كرة أمامية رشوية بهذه الكيفية محاولة من صابر تسديدة يا خافي إسماعيل خافي لعبها بهذه الكيفية بعيدة تماما إلى خارج رقعة الملعب. خافي من خفيفي اختار كرة المرور من الجهة اليمنى كرة من جديد تنفذ معاذ الضحاك تعود راسية ومحاولة الانسلال تدخل والحكم يقول الكرة في الركنية. كرة تنفذ داخل منطقة الجزاء راسية ممتازة لم يتم استثمار راسية اسماعيل مقدم. هذا مقدم هذه الانطلاقات ولكن هنا محاولة هنا تمريرة وكرة من رياني. كاد رياني أن يضع الكرة في الشباك كاد أن يجيبني في اللقطة الماضية. لعب كورته بشكل مباشر يوسف أحسن تنفذ في القائم الأول ضائعة ضربة مرمى يقول الحكم وسنرصد ما يحدث. هنا السقوط لأنه في المدرجات الجماهير تتوحد بصورة معبرة. من الحلول تنفذ هذه الكرة فرصة راسية والحارس في المكان المناسب يصدها نوفل أيتبل. محاولة دخول داخل منطقة الجزاء الكوكب المراكشي تمريرة جات في الدار ديال اللاعبين عرضية يوسف زغودي برأسية ما تمكنش من استثمار الكرة ديالو. هو الحكم كيدخل كيقول ان هناك مخالفة لصالح فريق الرجاء الرياضي. نفس التسديدة ولكن لم تكن مؤثرة
لم تكن محاولة الدخول داخل منطقة الجزاء بالفعل. الحراوي اختراق دخول ضاعت له الأمامية. محاولة للرشا من الجهة اليسرى، كرة من بالعمري، كرة التسديد ضاعت ومن ضيع وصابر بوغرين، ضاعت ومن كان قريب ولو بالعمري انسلال تمرير عرضية، فرصة الرجاء، محاولة تسديد ولكن تغطية ديالها، محاولة الانسلال من الجهة اليمنى، عملية هجومية، الاختراق، البحث عن الاختراق ومقدم يتمكن من إبعاد الخطر صوب التماس. الزغودي لاعب سريع، يوسف الزغودي لاعب يرفع كرة داخل منطقة الجزاء، تصبح كرة تالية، كوكب براكوشي كادت أن تكون في الشباك، لعبها كنولو خارج منطقة الجزاء، نزل كورتو فريق الرجاء الرياضي وبالضبط بلا أول شيء كرة ممتازة ضائعة. الحكم كيشوف أن هناك ضربة مرمى. شوط الفرص لا تزال للرجاء كم لاعبا لمس هذه الكره وفي اخر مطاف صوب الركبيه. جماهير فريق الرجاء بحثا عن الهدف الاول، كره رجاويه بعيده من معموري الذي ضائعه. تعود مره اخرى رجاويه للجهه اليسرى، ينطلق معموري داخل منطقه الجزاء، يسدد لكن الحارس في المكان المناسب، يتمكن من ايقاف هذه الكره، يرفع كره اماميه، تغطيه من الدفاع، كره تعود من شديد عن طريق الكوكب البراكوشي، عن طريق رياني، سقوط الحكم يعلن على مخالفه لصالح فريق من شديد فريق الكوكب البراكوشي. التحضير، تنفذ، تسديده، كره مباشره صوب المرمى، كانت ان تكون مقلقه للحارس ولكن اخرج بصراحه واخرج بمتعه واخرج بفنيه واخرج بحرفيه كبيره من حاز، اخرج كره من المنطقه امام دفاعيه امام لاعبين اثنين، دخول في العمق، بولكسوت يحاول يختار بالكره ديالو، لا تزال صراع راسيه، كره تسدد فوق المرمى بعيده الى خارج رقعه الملعب. فريق الرجاء الرياضي عن طريق معموري في الجهه اليسرى، كيرفع كره داخل منطقه الجزاء، تغطيه من كوكب البراكوشي، كره تنفذ، تمريره عرضيه، بحث عن اتمام العمليه، لا تزال مستمره للرجاء، تسديده بعيده الى خارج رقعه الملعب. العمري لم يتمكن من التفاعل، ساخو يخترق من الجهه اليمنى، تمريره عرضيه ولكن الى خارج الخط، كره تنفذ داخل منطقه الجزاء من جديد للرجاء، تسديده بهذه الكيفيه، همس الحكم يقول مواصله اللعب، ليس هناك شيء، يواصل الرجاء حفاظ على هذه الكره من جهه فريق الرجاء، تنفذ راسيه، كره مباشره الى خارج رقعه الملعب، ركنيه اخرى وضغط الجهه اليمنى، هناك المنادات، هناك معموري، ينسى معموري، يدخل معموري وضاعت له كره رجويه، تنفذ داخل منطقه الجزاء، راسيه، كره بهذه الكيفيه في الشباك العلويه، تمرير عرضيه داخل منطقه الجزاء، فرصه، محاوله تسديد ولكن هناك تغطيه، هناك لمسه، يقول لاعبو فريق الرجاء الرياضي غادي نشوفوا القرار ديال الحكم، لانه الان في حوار مع غرفه الفار. نذكر بانه هذه اللقطات هذه هي لقطات بين الحكم وما بين غرفه الفار. ماذا هناك؟ يقر بضربه جزاء، الصداره عن معموري، يضيع او يسجل، الرجاء يسجل، الحارس مشى مع الكره، حاول يبعدها، ما تمكنش من ذلك، ولكن الكره كتخترق شباك ديال فريق الكوكب البراكوشي. فرحه كبيره في المدرجات، 1-0 كتغير النتيجه، 1-0 كتعطي 3 ديال النقاط.